حلقة النهاردة للناس المتخرجة من ثانوية عامة. ألف مبروك، والناجح يرفع ايده ورول انترو. أول حاجة خلينا نقول مبروك لكل الناس اللي اتخرجت، ألف مبروك. لو سمحت سقف للمتخرجين لو سمحت. اوكي، أولا ده إنجاز. اوكي، حضرتك أو حضرتك استمريتوا لمدة 12 سنة من العذاب في التعليم ونجحتوا ووصلتوا وخلاص داخل الجامعة. لو انت جايب 90% مبروك، انت جينيوس. لو انت جايب تحت ال 80% برضه مبروك، لان اغلبية المليونيرات في العالم جايبين تحت ال 80%. انت عارف الاحصائية دي؟ 41% من السيلف ميد مليونيرز في العالم ار بي ستودنتس. 41%. ده لسه انا هقول لك ده، و19% من الباقيين سي ستودنتس. يعني اتبقى لنا كام؟ 41 و19 قول كده 60، كده فاضل 40. كده فاضل 40. الباقي بقى كله اي ستودنتس. بس الاي ستودنتس طبعا هم الخبراء في كل المجالات. لو انت دكتور جراح مخ واعصاب لازم تكون اي ستودنت. لو انت عالم فضاء لازم تكون اي ستودنت. فلو انت اي ستودنت الف مبروك، انت خبير. لو انت مش اي ستودنت الف مبروك، فانت عندك فرصه اعلى انك تبقى مليونير. دي بقى نخش للنقطه اللي بتمثلني انا شخصيا. في ناس متخرجه من ثانويه عامه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عارفه هي هتخش ايه. انتوا ناس ان تاتش باحلامكم وعارفين انتوا عايزين تعملوا. انا اتكلم عن الناس اللي زيي اللي هم الاغلبيه، هم اتخرجوا مش عارفين يخشوا ايه. انا عارف ان ده توقيت صعب جدا 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 في حياتك او في حياتك. حاسس ان بطنك مكركبه طول الوقت. حاسس ان عندك مزيج من الاسهال والامساك. بتدور على حمام ومش لاقي الحمام. انت عارف ان انت بتحب واحده بس انت مش عارف اصلا شكل الواحده دي ايه. بس دونت وري، ام هير تو سيف يو. هقول لهم بقى دلوقتي. اول حاجه خليني اقول لكم رقم مهم جدا. اوكي، بس انا عشان سيء مع الارقام. اوكي، في امتحان. اوكي، في امتحان في امريكا اللي هو شبه الاس اي تي، بيسموه اي سي تي. اوكي، فالامتحان ده مهم، الناس بتعمله عشان تخش الجامعه. طبعا معلش، بس كل مصادر احصائياتي هي امريكا، لان احنا ما شاء الله في الوطن العربي ما عندناش اي احصائيات. اوكي، الاحصاء ده بيقول لك انه 80% من اللي دخلوا الامتحان ده قالوا ان هم عايزين يدخلوا ميجر معين وان هم بيحبوا الميجر ده. بعد ما خلصوا الامتحان وبعد ما دخلوا اول سنه اكتشفوا انه بس 36% منهم دخل الميجر اللي هو عايزه فعلا، مش اللي هو اهله ضغطوا عليه عشان يخشوا، ولا اللي هو اصحابه دخلوه فهو دخل وراهم. 36% بس من اللي دخلوا الجامعه في امريكا دخلوا عشان هم حابين الميجر ده. باقي حاجه و60%. الباقي حاجه و60% دخلوا كده مع مزيج من ارضاء الاهل، ارضاء الاصدقاء. فانا جاي النهارده بستبس ان شاء الله تكون ستبس منطقيه. اوكي، انتوا تقدروا تتبعوها علشان تقربوا، مش هنقول توصلوا، هتقربوا، هتحكوا في الميجر اللي انتوا عايزين تخشوه، على الاقل حكوا. اوكي، اول نصيحه انتظر، تأنى، اصبر. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. انا امي كانت دايما تقول لي الكلمه دي. اصبر، ان الله مع الصابرين اذا صبروا. ليه الصبر؟ لان انت طبيعي جدا مش هتتجوز اول واحده تشوفها في الشارع. عمرك ما بتخش محل وتشتري اول قميص تشوفه. فاذا بتتأنى في الحاجات دي فلازم تتأنى في اختيار الميجر. اختيار الميجر هو اهم قرار انت هتتخذه في التينيج ييرز بتاعتك. اوكي، اهم طبعا هو قرار الجواز، اكيد اهم. اجيب لكم اصحابي المطلقين يقولوا لكم انه قرار الجواز، بس انت مش هتتخذ قرار الجواز ده دلوقتي، ان شاء الله هتتخذه بعدين. فالتأني في القرار ده هو اهم حاجه انت ممكن تعملها. اوكي، اول حاجه وتكون راضي ان انت هتصبر شويه، يعني مفيش استعجال، كون انت هادي نفسيا. دي اول حاجه. تاني حاجه، اوعى ثم اوعى تمشي ورا اصحابك. هسألك سؤال يا محمود، عمرك اشتريت جزمه لمجرد ان واحد صاحبك شاريها لقيتها شكلها وحش عليك وضيقه ومش كومفورتبل واصلا مخليه رجلك شبه رجل البهلوان كده، عارف الكلاون شوز؟ ايوه، اشتريتها لمجرد ان صاحبك اشتراها؟ لا مش للدرجه. وعمرك ما مشيت ورا قطيع؟ انا كخروف قديم بقول لكم ان انا مشيت ورا قطيع كتير. اوكي، وكواحد مشي ورا القطيع ارجوك ما تمشيش ورا القطيع. عمرك ما تختار جامعه لمجرد ان اصحابك رايحينها. عمرك ما تختار ميجر لمجرد ان اصحابك رايحينه. عمرك دايما دي مع البنات اكتر، لان البنات دي موف ان باكس. اوكي، بيتحركوا مع بعض باكس زي ازاز كوكاكولا كده، بيتحركوا مع بعض في اتجاه واحد. ان دي رايحه مش عارف ايه، انا اروح ادرس مع اصحابي رايحين. دون دو ذات. دي برضو بتاي ان للبوينت الاولانيه الصبر. نيجي بقى للبوينت الثالثه والاهم. حضرتك لو مش عارف ايه الميجر اللي انت هتخشه، تاخد ورقه وقلم. موضوع جدا بسيط، وانا متاكد انه محدش قاله لك قبل كده من بساطته وعبطته. هتكتب كل الحاجات اللي انت بتحبها.
let's say انت بتحب الجزم، اكتب بحب الجزم. let's say انت بتحب الاقلام الرصاص، اكتب انا بحب الاقلام الرصاص. اي حاجه، بتحب ورقه تواليت، بتحب الجيمز، تحب فيديو جيمز، اكتب فيديو جيمز. تحب الفاشن، اكتب. اوكي، الستep دي مش هتخلص في يوم او في 2 او في 3، لازم تقعد تتأنى بالليست دي. يعني مثلا تكتشف ان انت وانت صغير كنت بتحب روايات مصريه للجيب، عارف روايات مصريه للجيب؟ فتكتشف احمد خالد توفيق ورجل مستحيل نبيل فاروق، تكتشف ان انت بتحب الحاجات دي، اكتب. مثلا وانت صغير كنت بتحب تتشعلق في الباب، اكتب. اوكي، ده ستيب 3. ستيب 3 هياخد منك وقت، فاديله وقته. الثيم هنا الصبر، الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم صب. بس الجامعات على الابواب، الجامعات على ابواب. ما الجامعات مش هتطير، ما حضرتك استنيت لحد دلوقتي. اوكي، مش هيضرك انك تستنى شويه كمان، انت استنيت. كل ده كان ممكن تاخد قرارك من 3 سنين. النهارده احنا ولاد النهارده، ما تخليش حد يستعجلك لمجرد ان الجامعات على الابواب. صبر، كالم، هنوصل. اوكي، نيجي بقى للستيب اللي بعدها. الستيب اللي بعدها يا سيدي الفاضل هتاخد الليسته دي تبص عليها. اوكي، وهنفتح مخنا شويه. يعني مثلا ناخد ايتم عليها، انت بتحب الفيديو جيمز. هل شرط ان انت بتحب الفيديو جيمز تبقى لاعب فيديو جيمز محترف؟ لا، الفيديو جيمز فيها 6000 مجال، فيها ديفلوبمنت، فيها ماركتنج، فيها بزنس ديفلوبمنت، في الاي سبورتس دلوقتي مكسره الدنيا، والاي سبورتس دي بتاخد في اي سبورتس مانجمنت، في مليون حاجه. اوكي، هناخد مثلا حاجه زي في مجالات مشهوره اليومين دول الناس بتحبها، فاشن. ليتس سي انت بتحب الفاشن، ليك في الجزم وليك في البنطلونات، في من اول التصنيع. يعني مثلا في مصنع في مصر هو اللي بيعمل قمصان زارا كلها. تخيل ده بقى يبقى عنده كام شغلانه ليها دعوه بالفاشن اندستري. مش كل الفاشن ان انت تبقى فيرساتشي او جوتشي او مش عارف ايه، لا، كل حاجه ليها بدايه ووسط ونهايه. من اول الراجل اللي اسمه زارا لحد الراجل اللي بيعمل الزراير على القميص، دي كلها اندستري. انت ممكن تخش في اي حته فيها تزرع نفسك فيها. اوكي، فهتاخد اكتر 3 ايتمز عجبوك على الليسته دي. اوكي، وتقعد تفصص ايه الاماكن اللي انت ممكن تخش فيها. الستep اللي بعدها بقى، وهذه هي الستep الاهم، تلاقي صاحب بابا، صاحب ماما، مامة صاحبك، بابا صاحبك، اي حد يكون بيشتغل في مجال قريب من المجالات دي. ما تسي ان انت مثلا بتحب الافلام، صناعه الافلام بيخش فيها برضو تصوير، كتابه، تمثيل، غير الحاجات دي كلها. اغلبيه وطننا العربي ما فيهوش جامعات بيدرسها صريحه. في توزيع، في ادفرتايزنج ايجنسيز بتتخصص مثلا في مجال الافلام، ادفرتايزنج ايجنسي بتتخصص في مجال الفاشن، ادفرتايزنج ايجنسي بتتخصص في مجال الفيديو جيمز. هتلاقي حد بيشتغل في حاجه ليها دعوه بالاندستري دي، وتقعد معاه وتساله كل الاسئله اللي عندك، وتعمل شويه ريسيرش على اليوتيوب كده لطيف، كانك بتعمل ريسيرش عن فيديو جيم نازله جديد، وانت عايز تشوف الجيم بلاي بتاعها قبل ما تضيع فلوسك فيها. هتوصل لاوتكم. الاوتكم ده على الاغلب من ال3 او ال4 في 1 أو 2 هينادوا عليك من الليسته، يقول لك ايوه انا، اختارني اختارني اختارني. هتختار ال2 دول، تروح الجامعه اللي انت عايز تروحها. اوكي، ممكن ما تلاقيش ميجر. يعني مثلا انت بتحب الرياضه، اوكي، بتحب كوره، الكوره فيها سبورتس مانجمنت، فيها سبورتس ماركتنج، فيها سبورتس ميديسن، فيها حاجات متفرعه من بعض كتير. هتعمل ايه يا سيدي الفاضل؟ هتاخد الالكتيفز اللي ليهم دعوه بالحاجات دي. يعني مثلا محمود، ايه، اديني حاجه، السبورتس ولا اديني في اي حاجه. انت ايه اكتر حاجه كنت بتحبها قبل ما تخش الجامعه؟ اوديو بروديوسر؟ اوديو بروديوسر. اوكي، الاوديو بروديوسر ده داخل فيه ايه؟ داخل فيه ميوزك ثيوري، داخل فيه ميوزك ثيوري، داخل فيه ده اوديو انجينيرنج، داخل فيه فيزيكس، ساوند ويفز وما ساوند ويفز، داخل فيه الكترونكس، داخل فيه كمبيوتر انجينيرنج، داخل فيه اكتر من حاجه، صح؟ هتروح الجامعه تختار الالكتيف الاقرب للحاجه اللي انت انترستد فيها. اوكي، ايه الكتيف؟ انا لسه ما الكتيف يعني ايه؟ الكتيف انت لما بتخش اي جامعه، اوكي، بيكون في مواد مفروضه عليك انك تاخدها، وفي مواد اختياريه. اختياريه دي يعني ايه؟ اختياريه يعني مثلا بيدوك 40 ماده تختار منهم 10 لازم تخلصهم قبل ما انت تتخرج، فانت تاخد ال10 دول كلهم في اول سنه. احنا قررنا ان احنا مش هنتخصص في اول سنه، اتخذنا هذا القرار لان احنا لغايه دلوقتي ما وصلناش لحاجه احنا حابينها فشخ قوي لدرجه ان احنا خلاص هنستمر فيها الى الابد ولن تستطيع ان تتركها ابدا. اوكي، هتعمل الحاجات دي، الالكتيفز دي، وانت بتعمل الالكتيفز دي هتشوف عيال من ميجرز تانية. ميجرز يعني ايه؟ تخصصات تانية. يعني مثلا انت عايز تخش هندسه، لاتس هندسه بترول، فانت بدل ما تكوميت من اولها لقيت انه
اوكي انا ممكن اتأنى شويه في الحته دي، فاشوف واحد بيدرس هندسه بترول، تعالى يا ابني قول لي ايه هندسه بترول دي. طبعا هم هيستغلسوك لان انت مين العيل الطفل اللي موجود معانا في الجامعه ده جاي يسالنا عن الميجر بتاعنا، بس قشطه هتلاقي حد. على 3-4 شهور هيتكون عندك فكره انا عايز ده. لو انت بقى وصلت للفكره دي ما تخليش حد يلعب في مخك ويقول لك لا اصل ما فيهاش شغل، لا اصل مش عارف ايه، لانه كل حاجه ما فيهاش شغل، كل حاجه فيها كومبيتيشن. فعلشان تتميز عن الكومبيتيشن لازم بتكون تحبها لدرجه انه انت خلاص انت قيس وهي ليلى. الميجر ده مارجو روبي وانت ليوناردو دي كابريو، يعني بتحبها. لا ليوناردو دي كابريو ما بيحبش الستات، بيحب كل الستات، ما بيحبش الست واحده. فما تبقاش زي ليوناردو دي كابريو في الشغل، اوكي؟ خليك زي مين وافي؟ ويل سميث. ويل سميث وافي. شفت مهما عملت فيه جيدا بينكت، اوكي، مهما جيدا بينكت سميث عملت في ويل سميث لسه بيحبها. انت بقى عايز تحب كارير للدرجه دي، لان الكارير هيشيلك ويحطك وهيبهدل فيك، فانت لازم تكون باقي عليه لدرجه نفس درجه حب ويل سميث لجيدا بينكت سميث. شفت بهدلته نفس درجه الحب دي انت لازم توصل لها. فلما تلاقي حاجه انت واصل لمبادئ اعجاب، اتكل على الله وروح. النت وز بس كده خلاص. بس كده. شفت سهله ازاي؟ سهل ازاي؟ دي سهله قلت جدا. إن هي من رابع. من رابع المستحيلات انك تبدا في كارير لو انت ما بتحبوش، من رابع المستحيلات. طبعا انا عندي فضول ان انا اعرف ايه الثلاث مستحيلات التانيين، فرحت دخلت عملت سيرش اون يور بيهاف عشان انت ما تضيعش وقت، عشان انت عندك ريسيرش تعمله عن الحاجات التانية. فانا هقول لك على الثلاث مستحيلات دول. اول مستحيل الغول اللي هو البيج فوت، انك تشوف بيج فوت. تاني مستحيل انك تشوف العنقاء اللي هي الفينيكس. ثالث مستحيل خليه الحلقه تانية خلاص. اوكي يلا جود لك.